سقطت عنك كل الأقنعة، وماشي غير انت، كلكم رباعه ديال الشلابيه ورباعه ديال الخونه، وانا كنتحمل المسؤوليه ديال هذا الهضره اللي كنقول. سمعوا اخواني اخواتي وانتظروا الصدمه، سمعوا مزيان الله يرضي عليكم. كما تصدمت انا خصكم حتى نتوما تصدموا. ونتمنى حميد شلاضه مهداوي شلاضه تحديتك، قلت لك حط لينا الحكم ديالك وما حطيتيش، وانا نبقى نتحدى فيك. اذا ما تحديت فيك ما سمعتيش التحدي، تحديت انا راسي وجبت لك انا الحكم. ودي السي الحق داوي شلاضه بانت عليك الطوبه، حيت شمت فيك المطيشه. في خبارك كنصيدوا الطوبه، طبعا كنبغي نصيدوها كنديروا لها مطيشه كتجي ديك ديال انا الطوب شمت فيك ريحه مطيشه ويتبول عليك. اذا اخواني اخواتي، شكون اللي بغى يسمع الصدمه انتبهوا معايا مزيان. اخواني اخواتي، سمع المهداوي، نعاود نسمعك تقول الدبابه، انا اللي غنبول عليك ماشي الطوبه، والشعب المغربي كامل غادي يبول عليك، لانك مضلل مدلس حقير. سمعوا اخواني اخواتي، باسم جلاله الملك وطبقا للقانون بتاريخ 28 يونيو 2018 أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في جلستها العلنية للبت في القضايا الجنائية، وهي متركبة من السيد علي الطرشي، السيد المحجوب رئيسا، السيد المحجوب بالراقي مستشارا، القاضي ضمان مستشارا، وبحضور السيدين. احنا ما عندنا ما نديروا بهذا الشيء. المسمى حميد المهداوي مغربي مزداد، ما غاديش نقول لك انت فاش مزداد، نقول لهم حقا انشر معلوماتي الخاصه. امين ابو عياش، السي الداكي، السي الحموجي، وشدوا هذا في الحبس، وراه كيقول زبور امك لا هي الحقيقه حقوقيته. اسمع اخواني، اسمع. المتابع من أجل جنحة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 290 من القانون الجنائي. أنا نعطيك الحيثيات ديال شنو درت يا ودي. وحيث أصدار، احنا ما نديرو بحيث أصدار، أنا نقول لك شنو درت. هاي وحيث عرضت المحكمة على المتهم، سمعوا مزيان يا إخواني أخواتي، المهداوي شلاضة، مضمون المكالمات الهاتفية التي تمت بينه وبين المدعو إبراهيم البوعزاتي الملقب بنور الدين، المتواجد بالديار الهولندية والمعروف بتوجهاته الانفصالية، والتي تم التقاطها وفقا لمقتضيات المادة 108 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية. خمس منها أجريت بتاريخ 27/5/2017. المكالمة حطيت لي التاريخ ديالها، 5 المكالمات في 27/5/2017. الأولى على الساعة 6 مساء و54 دقيقة، والثانية على الساعة 7 مساء و33 دقيقة، والثالثة إلى 5. اش كيقول هاد المهداوي شلاضة مع هاد البوعزاتي الانفصالي الاخير المتهم كيقول ليه مساعدة المسمى إبراهيم البوزاتي للمتهم ناصر الزفزافي خلال فترات فراره على الاختفاء عن أنظار الشرطة التي تبحث عنه. تولي المسمى إبراهيم البوعزاتي اللي في هولندا شخصيا دفع رواتب الحراس الشخصيين للمتهم ناصر الزفزاف من هولندا من أجل حمايته من الخونة والمرتزقة. انتبهوا. تمويل المسمى إبراهيم البوعزاتي للمتهم ناصر ومؤيديه وإرساله لفائدتهم حوالي 160 ألف أورو من أجل دعمهم. إيداء المسمى إبراهيم البوعزاتي لمخاطبه المتهم إبداء المسمى، هذا الشيء فهمه إبداء المسمى إبراهيم البوعزاتي لمخاطبه المتهم حميد المهداوي رغبة
في إرسال المزيد من الأموال لدعم الحراك الذي يقوده المتهم ناصر الزفزافي، وطلب، انتبهوا، وطلب حميد المهدوي منه عدم إرسال المزيد حتى لا يتم كشفها واعتبارها تمويلات خارجية. دابا المهداوي كيقري البوعزاتي شنو قال لي بارك عليك 160 حبس باش ما تبانش تمويلات خارجيه، خلينا ندبروا لها على شي قنت واحد اخر. تهديد المسمى ابراهيم البوعزاتي بالقيام بثورة كما هو الحال في تونس بمشاركة أشخاص من النرويج والسويد والدنمارك. هادشي راه كيهضر البوعزاتي مع من؟ مع حميد المهداوي. عاد نجيكم للتعليل. تهديد المسمى إبراهيم البوعزاتي بالقيام كما في قلنا هذه إخبار المسمى إبراهيم البوعزاتي المتهم حميد المهداوي بقيام بعض الأثرياء بالخارج بجمع مبالغ مالية كبيرة من أجل شراء أسلحة واستخدامها في مواجهة المغرب. هادشي راه كيهضر معاه 5 المرات، هضر معاه، وكاين مكالمة اللي دامت أكثر من 20 دقيقة. قبل ما نكمل، أنا محمد تحفة أمريكاني، جا عندي شي واحد عيط ليا قال لي شوف حنا راه غادي نديرو شي عملية، غادي نمشيو لديزني، يجب علي أن أخبر السلطات الأمريكية فورا حتى واخا يكون حمق، حيت هادشي ما فيش اللعب. السيد كيدوي معاك وقال لك غادي نديرو ثوره فحال تونس، كنصيفطوا الفلوس، انت كتقول لي ما تعاودش تصيفط فلوس باش ما يبانوش تمويلات خارجيه، وانت كتقول لي وقال لك ندخلوا سلاح واللعيبه. انا غادي نجي عاد انا نعطيكم اخبار المسمى ابراهيم البوعزاتي. قلنا بعض الاثرياء ماذا؟ تهديد المسمى ابراهيم البوعزاتي بالقيام بثوره في الصيف. هادشي كيقولها مع المهداوي. المهداوي شنو قال لك؟ قال لك لا، انا كيهضر معايا يسحبني وشي واحد من المخابرات. تبرعيش يا حميد، والله انا اجيك انا عاد نقول انا شنو عندي. اخبار المسمى ابراهيم البوعزاتي المتهم حميد المهداوي بانه يستحق منصبا كبيرا، وان جميع الريفيين بهولندا والسويد والنرويج يحبونه، وانهم سيقفون معه من اجل اي شيء يطلبه. علاش كنتي كتقلب على المهداوي من بعد الثوره تولي رئيس ديال المغرب، تولي وزير الداخليه، يعطوك وزاره الاعلام؟ هادشي كنتي كتناقش فيه مع داك خاينه البوعزاتي مقيم بهولندا اللي عليه مذكرات بحث دوليه. زيدك اخبار المسمى ابراهيم البوعزاتي المتهم حميد انه يستحق، قلنا هذه اخبار المتهم حميد المهداوي المسمى ابراهيم. شوف دابا المهداوي اللي غيدوي. اخبار المتهم حميد المهداوي المسمى ابراهيم البوعزاتي بان المخزن يقوم بلعبه في حراك الريف، الهدف منها انقاص التعاطف معه، وانه يتعين على المتهم ناصر الزفزافي تسليم نفسه لتأجيج المتعاطفين معه، لأن بقاءه مختفيا سيعزله، وأنه هو بدوره سيتعب في وقت ما، وستثق الدولة حينها في حشمت نقول إخبار المسمى إبراهيم البوعزاتي المتهم حميد المهداوي بأنه يتواصل مع المتهم ناصر الزفزافي بواسطة رسائل نصية عبر هاتف سبق له أن أرسله إليه، وأنه سيتصل به لكي يخبره بنصيحة تسليم نفسه لتأجيج الوضع. الناس باغيين ثورة. انت حميد المهداوي صحفي، انت صحفي شنو المهمة ديالو؟ أنه ينقل الخبر بحيادية. انت التزمت الحياد في الحراك ديال الريف، كنت طرفا فيه وأججت الصراع. وقال لك هذا البوعزاتي بأنهم غادي يدخلوا السلاح باش يديروا ثورة في الصيف، وقال لك التمويلات اللي كتجي من الخارج. هادشي علاش ما قلتيش للدولة ديالك المغربية الحبيبة؟ هادشي علاش ما خبرتيش به المؤسسات ديالك اللي انت كتقول انا عزيزة عليا الملكية؟
ولكن فين هو الصحفي هنايا؟ حميد المهداوي كنت طرفا، ووعدوك هاد الناس بالخارج بحسب المكالمات اللي درتي مع هاد البعزاتي بانه تنجح الثوره، يعطوك اللي بغيتي، يعطوك اللي بغيتي، وان الريف تيحبوك، وان علاش ما خبرتيش الدوله ديالك بهذا المخطط هذا؟ نزيدو نهضروا على اخبار المسمى. نزيدك تاكيد المسمى ابراهيم بمخاطبه المتهم حميد المهداوي انه قام بشراء مخزون مهم من الاسلحه، قام بشحنها داخل صندوق كفر كامل وسيعمل على ادخالها سرا الى المغرب عبر مدينه سبته للقيام بثوره وترك الحسيمه غارقه في الدماء، وانه تاجر مخدرات يتوفر على ثروه، وان تاجر مخدرات يتوفر على ثروه سيسخرها في شراء الأسلحة باتفاق مع مجموعة من الأشخاص الأثرياء المغاربة بهولندا، واستخدامها في القيام بثورة وإشعال حرب بمدينة الحسيمة. ألم تكن تسعى إلى قلب نظام الحكم ودي السي حميد المهداوي؟ شي مسجل. فين كاين الدبابة هنا؟ فين كاين الطنق؟ السيد قالك غادي نشريو سلاح مخبيه في الكوفر، سلاح كيدوي على الفرادة وكيدوي على المترايات وكيدوي على. علاش ما قلتيش؟ لماذا لم تخبر الدولة بهذا المخطط؟ دويتي معها 5 مرات في نهار واحد. هذه مكالمة كانت تدوم أكثر من 20 دقيقة أيها المدلس، وقيدنا معك حنايا، تيقنا بأنه فعلا طنب. بقوة حبنا ليك ما كناش كنسولوك نقول لك عطينا المحضر، احنا جبنا المحضر. نتحداك تناقش هادشي، نتحداك. وحيث لم ينازع المتهم حميد المهداوي في مضمون المكالمات الهاتفية كنت موافقا على كل ما يقوله البعزاتي، والأكثر من موافق. كنت تعطي رأيك، وكنت تفتي. وحيث أن لم ينازع المتهم حميد المهداوي في مضمون المكالمات الهاتفية التي جرت بينه وبين المسمى إبراهيم البعزاتي، وحيث إن المكالمات الهاتفية التي تمت بين المتهم حميد ومخاطبه إبراهيم البعزاتي الملقب جاءت في سياق الأحداث الدامية التي تسببت في تنظيم حراك الريف بزعامة وقيادة زفزافي وباقي قيادة ونصر بلا 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 بلا. فين هو الطنقنا؟ ألم تكن تتآمر مع البعزاتي لقلب نظام الحكم، لزعزعة استقرار وأمن مغربنا الحبيب؟ أو السيد قال لك غادي نرجعوا الحسيمة بركة دماء؟